بص قدامك كده، قدامك واحد واقف في نص الشارع. حاليا احنا بنتكلم من جوه دماغي، يعني كل الافكار دي هتكون في دماغنا. انا كنت طالب مصري عادي، مروح من بيتنا بعد ما خلصت جامعه. لما تيجي تفكر فيها، انا في جامعه زويل. جامعه زويل دي هي جامعه مش مشهوره قوي، ولكن هي جامعه كويسه جدا. بدرس فيها مثلا ايروسبيس انجينيرنج، هندسه طيران وما الى ذلك. مع اني اصلا كنت علم علوم، يعني انا ما اعرفش حاجه عن المكان ده، وعرفته قبل ما انا اقدم فيه بكذا يوم بالظبط. والناس دايما كانت بتركز ان هي مدينه زويل، مدينه زويل، مدينه زويل، مش جامعه زويل. ماشي، يعني ماذا بعد؟ يعني ايه مدينه؟ ما انت عندك جامعه في الاخر، يعني انت مسمي الجامعه مدينه وخلاص كده بتضحك علينا يعني، ولا ايه بالظبط؟ واللي انا عرفته ان هم كانوا عايزين يعملوا كذا مؤسسه تانية بحيث ان هي تكون كوميونتي كامل للعلم. ودي كانت وجهه نظر الدكتور دويل الله يرحمه. فانا شايف ان هو اوكي، ليه ما نحيش البرنامج تاني اللي هو ان احنا يكون في اكاديميه للطلبه، والاكاديميه دي اللي هي في مرحله المدرسه. انت عندك ناس كتيره مثلا بعد ما تخلص اعدادي بيروحوا مدارس ستيم. حتى مدرسه ستيم بتاعت 6 اكتوبر هي جنبينا اساسا. في مدارس ستيم في ناس بتحول مثلا تقول لك لا انا هدرس دبلومه امريكيه، عايز ادرس اي ليفل وما الى ذلك. خلاص، ليه ما نعملش مثلا مؤسسه زي دي؟ واعتقد ان هي هتكون مرحب بها جدا. وكسيستم ممكن تكون اشبه بمدارس ستيم، ولكن تكون سبيشال قوي لينا. والدفعات اللي هتطلع منها دي هتكون هي حرفيا متربيه على ايدك انت. هي شايفه الطلبه بتوع الجامعه، شايفه المشاريع اللي احنا بنعملها، شايفه الورش اللي احنا بنعملها، شايفه المعامل. ممكن يكون عندهم اكسس مختلف عن معظم الطلبه التانيين، بحيث ان هم بينتموا لمدينه زويل، فهم يكونوا قريبين اكيد. انتمائهم للمكان هيكون اكبر، وهيدخلوا لك دخل مادي محترم، وهيعملوا لك دعايه كويسه جدا يعني. فانا شايف انها فكره عظيمه، يعني لو تم احياء هذه الفكره مره اخرى هتكون حلوه. عشان شايف انها فرصه الصراحه يعني. يعني انا بحمد ربنا انا دخلت زويل، ولكن في ناس كتير قوي ما كانتش تعرفها، وكنت اتمنى ان هي تعرفها يعني.